السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني جدا جدا. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كعب الغزال او المنين او القراقيش زي ما تسموها سموها. شايفين جميلة ازاي؟ شايفين الرز بتاعها جميل ازاي؟ حاجة كده تحفة في منتهى الجمال. هتنجح معاكي من اول مرة، وهخليكي فيها استاذة هيطلبوها منك كل يوم. هنقول مقاديرها بالجرام وبالكوباية. شايفين جميلة ازاي؟ وهنشوف الطريقة مع بعض خطوة بخطوة. وقبل ما نبتدي هنسمي ونصلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي كوباية هننزل بأربع معالق سكر، 4 معالق سكر كبيرة، وكوباية مية دافية، معلقة خميرة كبيرة أو ظرف خميرة العادي اللي هو الموجود عند البقال. ونقلبهم كويس جدا كده، ونختبر الخميرة حبايبي. تسيبيها مثلا دقيقتين 3 ل5 دقايق على ما نحضر الحاجة بتاعتنا طبعا. وفي بولة كبيرة هننزل ب6 كوبايات دقيق، يعني كيلو جرام. تمام. ال6 كوبايات بالكوباية بالمج الشاي العادي بيعملوا كيلو جرام. وعندي هنا ذرة ملح، وكيس فانيليا صغير بيعزز من طعم القراقيش، بيخليها جميلة جدا. وعندي كوبايتين سمنة حبايبي، تبقى يعني ايه تتسخن بس، لا هي طبعا لا هي تبقى تتقدح خالص مثلا، ولا هي تبقى باردة، لا عايزاها سخنة حلوة كده جميلة. وتطفي عليها وبنقلب بأي معلقة أي سباتيولا عندك تقلبي بيها كويس كده. خلاص انا في المرحله دي استغنيت عن المعلقه وهقلب بايدي. شايفين انا مستحمله العجين ازاي؟ السمنه لو طبعا متسخنه جامد او مقدوحه مش هقدر في المرحله دي ان انا اتحمل اعملها بسها بايدي كده. ودي اهم مرحله حبايبي في القراقيش. المرحله دي مهمه جدا، ان انت تبسي القراقيش كده بايديكي لحد ما توصل معاكي بالنتيجه دي. ودلوقتي جه بقى دور الخميره بتاعتنا، ونبتدي نعجن كده على خفيف زي ما احنا شايفين مع بعض. مدة العجين قد ايه؟ بتبقى مثلا من دقيقة ل10 دقايق. وزي ما اتفقنا قبل كده دايما العجين بتاعنا بننزل بالمية شوية شوية. وعندي كمان كوباية مية دافية. ممكن تعجني بلبن، ممكن تعززي العجينة بحبة لبن بودر، بيعزز من طعم العجين طبعا، وبيودي العجينة في حتة تانية خالص. انا هنا حبايبي لحد دلوقتي استخدمت كوبايتين الا ربع، كوبايه كانت في الخميره وكوبايه في ايدي اهي. انا باخد حبه حبه زي ما انتم شايفين اهو كده. خلاص العجينه بسم الله ما شاء الله ما بقتش تقبل ميه تاني. شايفين بقت زي الملبن ازاي في ايديا، جميله ازاي. وبدا يظهر عليها بقى السمنه بتاعتها، تظهر وتطلع لبره كده على وش العجين. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه جميله ازاي، تحس انها ملبن في ايديكي. وبنغطيها بستريتش راب، بكيس أو اي حاجه عندك، وكمان فوطه. لو الجو عندك حر بتركنيها على الرخامه، لو مش حر تدخليها الفرن شويه كده، طبعا مش وهو والع، بيكون مطفي الفرن. ونجيب العجوه بتاعتنا ومعلقه سمنه بلدي حلوه كده جميله. المهم يكون نوع العجوه بتاعك طبعا يكون نوع كويس. وزي ما احنا شايفين مع بعض بهرسها بايدي كده في دقيقة. بسم الله ما شاء الله العجوة بقت زي الملبن في ايدي، حاجة جميلة اهي. شايفين طرية وجميلة ازاي. ومعلقة قرفة، وبندمجها بقى في العجوة كده كويس. تقدري تحطي سمسم لو عايزة، انا في المرحلة دي ما حطيتش سمسم. ونفردها كده على كيس. شايفين بتتفرد معانا ازاي. كل ما يكون نوع العجوة عندك كويس كل ما تتفرد بسهولة، ما تاخدش معاكي وقت. بسم الله ما شاء الله شايفين جميلة ازاي. بنفردها بطريقة مستطيلة كده. وطبعا سمك العجوة عندي قد ايه؟ على قد ما تقدري خليه سنتي بس، مش اكتر من سنتي، عشان الرولات بتاعتنا لسه هنعمل كمان رول العجين. ونخرج الهواء من العجين كده، ونقسم العجين على 2. نغطي اول جزء وناخد التاني ونفرده كده. شايفين كمان العجينة كل ما تكوني يعني عجنتيها كويس قوي، كل ما تكوني خدمتيها في العجين كل ما تطلع معاكي طرية وتبقى جميلة كده.
وبنفرد العجينة بشكل مستطيل زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب سمك العجين قد ايه؟ سمك العجين برضو لازم يكون سنتي زيه زي العجوة بالظبط، عشان الرولات ما يبقاش طالع فيها شكل بقى تخين ورفيع، تبقى مظبوطة كده ومتناسقة مع بعضيها. وبنجيب العجوة حبايبي ونفردها على العجين، ولو في اي حتت بقى ناقصة بنكملها طبعا بالعجوة كده. شايفين بقى اتظبطت ازاي؟ وبأي قطاعة كده او سكينة عندك بناخد كل الحروف الزايدة دي، ونخلي طبعا المستطيل يكون ايه العجين على قد العجوة، وبنقفل كده، بنقفل بطريقة طبعا محكمة كويسة جدا، ونلف بحيث ان ما يبقاش فيه هوا جوه. بايدك بقى كده تفضلي تلفي، وبنقفل العجين حبايبي زي ما احنا شايفين، ونفضل بقى نلف بايدينا كده عشان نخرج الهوا اللي جوه، وعشان ما تبقاش الرول بتاعنا ما يبقاش تخين. عندي صفار بيضتين ومعلقه فانيليا سايله، معلقتين لبن، وبنقلبهم كويس كده. وعلى الرول بتاعنا عندك بقى سمسم، لو حابه يكون السمسم كتير زي ما تحبي، لو حابه يكون معقول برضو زي ما تحبي. انا بالنسبه لي حطيت كميه معقوله كده. وبنقطع بقى القراقيش بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين، صبع كده، وبنقطع صبع ونقطع. قطعنا طبعا كل الكميه بنفس المقاس ونفس الحجم. في صينيه عندك او صاج اللي موجود عندك في البيت بندهنه دهنه خفيفه كده، ونرص بقى القراقيش بتاعتنا واحده جنب واحده كده. بنسيبه على الرخامه لمده تلت ساعه، ويدخل الفرن على درجه 200. خد قد ايه في الفرن؟ خد حوالي 15 دقيقه بالظبط، وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. واللي وصل معايا لحد هنا حبايبي ما ينسانيش بلايك وشير وسبسكرايب، يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش الضغط على كلمه الكل. شايفين بقى الرولات بقى والحاجات الجميله، الحاجات التحفه دي، بسم الله ما شاء الله. حاجه تشرفك قدام حبايبك وقدام ضيوفك وقدام اهل جوزك وقدام اهلك، حاجه بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي حبايبي هنقول مع بعض بقى كل التعليمات اللي احنا قلناها في اول الفيديو، هنقولها تاني ونذكر بعض. حبايبي الميه تكون دافيه، الدقيق يكون بدرجه حراره الغرفه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السمنه حبايبي سخنه، ما تكونش مغليه. تمام. بعجن لمده 10 دقايق. العجين بعد ما اقطع بيقعد تلت ساعه، بيدخل الفرن على درجة 200، بياخد 15 دقيقة يعني ربع ساعة بس في السوا. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بحفظ الله.